نروح للعصر الحجري وعلاقتهم مع البشر، بس الموضوع كان مختلف شويه لان البشر كانوا اذكى منهم بمراحل، والمينيونز حبوا البشر وساعدوهم. وبعدها بنروح للعصور المظلمه اللي كانت بالنسبه لهم ممتعه جدا، لان الزعيم ده كان بينام طول النهار ويعمل حفلاته بالليل. وفضلوا يتنقلوا من زعيم لزعيم لكنهم ما لقوش واحد مناسب، فضلوا على كده يتنقلوا من مكان لمكان لحد ما اخيرا لقوا مكان يعيشوا فيه. وبمرور السنين عملوا لنفسهم حضاره، بس كان في حاجه غلط، كانوا عايشين من غير هدف ومحبطين وكانوا عاوزين زعيم يقودهم. لحد ما في يوم جه واحد منهم وكان عنده خطه واسمه كيفن، وجمع المينيونز كلهم وقال لهم ان انا قعدت شهور وسنين علشان افكر في خطه، وانه قرر ان هو يخرج بره الكهف للعالم الخارجي ومش هيرجع غير لما يلاقي زعيم ليهم. بس كان محتاج حد يروح معاه، وبوب بيرفع ايده علشان يروح معاه، بس هو بيقول ان ده مش هيقدر على متاعب الرحله، وبيختار ستيوارت. وبيفضل بوب يتحايل عليه انه يختاره لحد ما بيوافق، ويودع كيفن وبوب وستيوارت اصحابهم علشان يروحوا يبداوا رحلتهم. وكيفن كان حاسس بالفخر علشان هينقذ المجموعه بتاعته، وستيوارت كان حاسس انه جعان وقاعد ياكل في موز. اما بوب كان خايف من الرحله نفسها. وبتبدا رحلتهم وبيركبوا مركب، وبعد ويبصوا يلاقوا نفسهم وصلوا مدينه نيويورك سنه 1968، وبينزلوا ويمشوا في شوارع المدينه، وبوب يمشي ورا واحده لابسه فستان علشان عليه صوره موز. وبيقف ستيوارت قدام محل لبيع الالات الموسيقيه، وبيقفل السواق شنطه العربيه على بوب وبيجري وراه اصحابه علشان يلحقوه. وبيدخلوا وراه مول وبينبهروا بالحاجات اللي بيشوفوها، وبيفضلوا يلعبوا جوه المول وبيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، وبيقعدوا يتفرجوا على قناه الاشرار ويشوفوا سكارلت اكتر ست شريره في العالم. وبيعرفوا ان في مؤتمر للاشرار في مدينه اورلاندو، وبيقرروا ان هم يحضروا المؤتمر ده. وبيشوفوا واحد بيشاور العربيه وبتقف وبتاخده، فبيعملوا زيه. ولما واحد يقوم يشاور العربيه فبتعدي العربيه وتسيبه، فبيقعدوا اصحابه يضحكوا عليه. واحد منهم بياخد ورقه ويكتب عليها اورلاندو ويشاور العربيه فبتقف له، وبيطلع فيها عيله وبيوافقوا ياخدوهم معاهم. وبنعرف ان العيله دي عصابه ورايحين يسرقوا بنك، والبوليس بيطاردهم. فبيقرر المينيونز ان هم يساعدوهم، وبيضربوا صاروخ، بس بدل ما يجي على عربيه الشرطه بيضربوا في عمود كهرباء، وبيقع خزان ميه قدام الشرطه وبتهرب العصابه. وبيعرفوا ان المينيونز رايحين مؤتمر الاشرار، فبيفرحوا علشان هم كمان رايحين هناك. والبنت الصغيره بتفرج كيفن على مجله الاشرار، وبتفرجوا على صوره سكارلت وتقول له انها افضل شريره، وبتحكي له عنها وبتقول له انا لو مكانك اخليها هي الزعيمه بتاعتي واكون انا تابع ليها. وبيوصلوا لمدينه اورلاندو وبيدخلوا المؤتمر، والعصابه بتشكرهم على اللي هم عملوه معاهم وانهم ساعدوهم ان هم يهربوا من الشرطه. وبيروح المينيونز علشان يتفرجوا على المؤتمر وعلى مواهب الاشرار، وبيقابلوا البروفيسور فلوكس اللي بيقول انه اخترع اول آلة زمن في التاريخ. وبيدخل المينيونز القاعه اللي فيها سكارلت، وبتظهر في وسط اعجاب الجمهور وانبهار المينيونز بيها. وسكارلت بتقول ان هي محتاجه مساعد ليها، وكيفن بيتخيل ان هم اختاروه، بس اصحابه بيفوقوه من احلام اليقظه دي. وسكارلت بتقول انا هختار اللي هيقدر ياخد الجوهره دي من ايدي. تبدا الناس كلها تجري علشان ياخدوا الجوهره، لكن سكارلت بتهزمهم كلهم الا المينيونز بيقدروا ياخدوا الجوهره. وسكارلت بتنبهر بيهم وبتقدمهم للجمهور ويسقف لهم الناس. وبتاخدهم سكارلت في طيارتها الخاصه على انجلترا، وكيفن بيكلم اصحابه ويقول لهم على زعيمهم الجديد وبيفرحوا. ولما بتوصل سكارلت والمينيونز انجلترا بتقابل جوزها هيرب وتعرفهم عليه، وبتاخدهم تفرجهم على بيتها وبتوريهم الحاجات اللي سرقتها، لحد ما بيوصلوا للوحة الملكة إليزابيث وتقول لهم إنها عاوزة التاج بتاعها. وهنا الدببة بتطرد المينيونز من الكهف، وبيفضلوا ماشيين في التلج وبيدوروا في الخريطة علشان يوصلوا لإنجلترا عند كيفن وأصحابه. وهنا كيفن وأصحابه بيدخلوا معمل الاختراعات بتاع هيرب علشان يديهم الأدوات اللي هتساعدهم في سرقة التاج. وبتدخل سكارلت علشان تاخدهم عشان يناموا، وبيفضل المينيونز يتنططوا على السرير لحد ما سكارلت بتقرر إن هي تحكي لهم حدوتة قبل النوم. وتاني يوم بيروح المينيونز مقر عرض تاج الملك، وبيحاولوا يقطعوا تذاكر، لكن الست بترفض ان هي تقطع لهم تذاكر لانهم لوحدهم. فبيروحوا يتنكروا في زي ست كبيره ويقطعوا تذاكر ويدخلوا، وبيلاقيهم الحراس في مكان ممنوع فيه الدخول. بس بيدخل واحد منهم لابس طاقيه فيها منوم مغناطيسي، وبيقعدوا يرقصوا ويضحكوا عليهم ويهربوا منه. وبيوصلوا لمكان تاج الملكه، وفجاه بيظهر لهم حارس التاج ويضربهم بعصايته، وكمان بتفتح الارض وبينزل التاج لتحت وبينزل ورا المينيونز. وبيحاولوا يعملوا فتحه من فوق، لكن التاج بيدخل في مكان مليان حراس، وبياخدوا التاج علشان يودوه للملك. والمينيونز بيجروا ورا الموكب علشان يلحقوا التاج، وبيجري وراهم حراس الملكه علشان يمنعوهم. لكن بوب بيوصل للسيف المقدس وبيسحبه من الصخره، وكل الناس بتنزل على الارض وبيبقى هو الملك. وسكارلت بتشوف الخبر في التلفزيون وبتكون متضايقه جدا، وبتفكر ان المينيونز خانوها. وفي نفس الوقت بيوصل باقي المينيونز لاستراليا، وبيكونوا مفكرين ان دي انجلترا. وهنا بيوصل بوب واصحابه لقصر باكنجهام، وبيصمم ان الحراس كلها تلبس اصفر. وبيطلع بوب على المنصه علشان يقول الخطاب بتاعه، بس محدش من الناس بيفهم حاجه من لغته. وبيدخل المينيونز القصر ويفضلوا يجروا فيه ووراهم الخدم. وفجاه بتدخل سكارلت وتقول لهم ان انتوا خنتوني وسرقتوا حلمي، وان هم استغلوا اختراعات جوزها علشان يخونوها. وبوب كان هيديها التاج، بس بيجي الراجل ده ويقول له ما ينفعش ان انت تتنازل لان في قوانين بتقول كده. فبيغير بوب القوانين علشان سكارلت تبقى ملكه انجلترا. وبعدها بتاخدهم سكارلت
سكارلت وتحبسهم في مكان تحت الارض وتقول لهم ان هي مش قادره تنسى خيانتهم ليها وان هم هيقضوا بقيه حياتهم في الاوضه دي. وبيبدا هيرب في تعذيبهم وسكارلت بتنده عليه علشان حفله التتويج خلاص هتبدا، واليزابيث بتجهز للحفله وبنروح للمينيونز وكيفن بيفتح غطا البلاعه وبيهربوا منها وبينزلوا في مواسير الصرف، ولما بيطلعوا بيلاقوا نفسهم في الشارع. وبتبدا حفله تتويج الملكه سكارلت ملكه لانجلترا، وبيدخل المينيونز القاعه اللي فيها الحفله وبيلاقوا نحله ويخافوا منها وبينطوا فوق النجفه اللي في المكان وبيفضلوا يجروا عليها لحد ما بتوع النجفه على سكارلت. لكن سكارلت بتقوم من تحتها وبتبقى متعصبه جدا وبتفتكر ان هم عاوزين يقتلوها، وبيجري المينيونز ويحاولوا يهربوا وكيفن كان بيدور على اصحابه. وبيدخل كيفن مكان كده وبيلاقي فيه الملكه اللي بتقول للناس ان ده اللي سرق مني التاج، وبيشوف التلفزيون ان سكارلت خطفت بوب وستيوارت. وبيدخل كيفن بيت سكارلت وبيحاول ياخد اسلحه وبيدخل ورا الناس علشان يمسكوه، لكن كيفن بيشغل السلاح الاعظم بالغلط وبيتحول لواحد ضخم والناس بتخاف وتهرب منه. وبيحاول كيفن ان هو يتحرك علشان يروح ينقذ اصحابه قبل ما سكارلت تفجرهم، وفعلا بينجح كيفن انه ينقذهم، بس سكارلت مش بتسكت له، بتبدا ان هي تحارب فيه باسلحتها وبيقع كيفن على الارض. لكن فجاه بيظهر بقى المينيونز ورا سكارلت وبيهتفوا باسمها وبتحاول تخلص عليهم، لكن كيفن بينقذهم وبيفرح المينيونز ويجروا كلهم عليه ويحضنوا بوبو وستيوارت. وسكارلت بتحدف عليهم صاروخ لكن كيفن بياخده ويبلعه، وقبل ما تهرب سكارلت بيمسك فيها كيفن وينفجر الصاروخ. وبيزعل المينيونز وبيفكروا ان كيفن مات، لكنه بيرجع تاني بعد ما حجمه صغر. وبيفرح المينيونز وبيحتفل الناس بيهم وبيتم تكريمهم من الملكه، وبتدي بوب تاج صغير واللي بيفرح بيه جدا. وستيوارت بتديله كرة تلج فبيستغرب، فبتقول له انها بتهزر معاه وبتديله جيتار اللي بيفرح بيه وبيقعد يعزف عليه. اما كيفن بياخد لقب الفروسيه والشعب كله بيحتفل بيهم. وفجاه بتكتشف الملكه ان التاج اختفى، وبنعرف ان سكارلت هي اللي سرقت التاج، لكن بيجي طفل صغير يجمدها ويسرق منها التاج وينبهر المينيونز بيه وبيجروا ويطلبوا منه انه يبقى زعيمهم. وبكده بيلاقي المينيونز زعيمهم اللي بيدوروا عليه، وبيجي اتوبيس وبينزل منه السياح. واحد بيطلب من مراته ان هي تصوره قدام الهرم، بس بيجي ابنهم جاستن ويجري بالطياره اللعبه بتاعته ومامته بتنده عليه علشان يرجع. وجاستن بيطلع يجري على خشبه عاليه وبيجري وراه الامن علشان ممنوع الدخول هناك، بس مش بيلحقوه وبيقع على الهرم. بس الهرم حدف الولد تاني عند عيلته، ووقتها بيعرفوا ان الهرم الكبير اتسرق. والخبر بينتشر في الاخبار ان الهرم اتبدل بنسخه بتتنفخ هوا، وبتبدا دول العالم كلها تقلق وتبدا تخفي في اثارها، خصوصا ان مفيش ادله على اللي عمل الجريمه دي. وبيظهر بطل فيلمنا النهارده جرو، وكمان بيظهر لنا جرو هو قد ايه شرير. ولما جرو بيروح على بيته بيلاقي 3 بنات صغيرين بيبيعوا بسكوت، لكنه كان بيتهرب منهم. وفي الوقت ده بيكلمه دكتور نافاريو وبيقول له على سرقه الهرم، وان اللي عمل كده هيخلي باقي المجرمين تافهين جدا. وبسبب الكلام ده بيستعد جرو وبينزل المخبأ السري بتاعه، وبدأ يجمع المينيونز اتباعه وحكى ليهم عن انجازاته في السرقه، وقال لهم ان سرقه الهرم الكبير دون خلت شكلهم وحش جدا بين المجرمين. وقتها بيقدم لهم صاحبه دكتور نافاريو واللي هيساعدهم في هدفهم الجاي، وبيقول لهم ان اول حاجه لازم نعملها هي اننا نسرق الشعاع اللي بيصغر، وبعدها يعملوا جريمه القرن الحقيقيه ويسرقوا القمر، وان السرقه دي هتخلي العالم يحقق لهم كل اللي هم عايزينه مقابل ان هم يرجعوا لهم القمر تاني، وكده هيكون اعظم شرير في التاريخ. ودكتور نافاريو بيقول له ان في حاجه ما كناش عاملين حسابها، وهي فلوس العمليه دي هنجيبها منين. بس جرو بيقول له عادي هروح اطلب قرض من البنك. وفي نفس الوقت البنات اللي كانوا بيبيعوا بسكوت بيروحوا دار الايتام، وبتقابلهم مشرفه الدار وبتزعق لهم لانهم ما باعوش كميه كبيره من البسكوت. وبنرجع لجرو اللي مامته بتتصل بيه وبتقول له انها عرفت خبر سرقه الهرم، وان اكيد اللي عملها شرير احسن منه ومش فاشل زيه. بس جرو بيقول لها ان هو مش فاشل وانه بيحضر العمليه هتخليه اعظم شرير في التاريخ. وبعدها بيروح بنك الاشرار وبيطلب ان هو يقابل المدير، وهو قاعد مستني بيفتكر انه كان دايما وهو صغير نفسه يطلع القمر، لكن مامته كانت دايما بتحبطه وشايفاه فاشل من وهو صغير. وبعدها بيبص يلاقي فيكتور واللي كان قاعد مستني المدير علشان يطلب قرض هو كمان، وفيكتور بيفرجه على سلاحه الجديد مسدس السمك. وبيدخل جرو لمدير البنك وحكى له على فكرته واعجب بيها، وقال له ان هو عايز يشوف الجهاز اللي بيصغر ده الاول، بس جرو قال له انه لسه مش موجود معاه. فالمدير لما عرف كده اتضايق وقال له البنك بيصرف عليك كتير، والجرائم اللي انت بتعملها ما بتجيب لناش فلوس، وان في اشرار كتير موهوبين اكتر منك ويستاهلوا ان هم ياخدوا الفلوس. عندك مثلا فيكتور اللي قاعد بره ده لسه سارق الهرم، ولما بيخرج جرو ما بيكونش طايق فيكتور، ولما بيشوفه بيجمده. وراح وعرف مكان الجهاز اللي بيصغر وبسرعه راح على هناك، وفعلا نجح ان هو يسرق الجهاز، لكنه ما لحقش يفرح لان فيكتور جه وسرقه منه وقال له علشان تعرف تجمدني كويس. وجرو بيحاول يطارده بس فيكتور بيضربه بالجهاز اللي سرقه وبيصغر الطياره بتاعته. وتاني يوم بيروح جرو متنكر على بيت فيكتور وبيحاول يدخل البيت بكل الطرق،
لكنه كل مره كان بيفشل وبيتبهدل على الاخر. بس بيشوف الثلاث بنات اللي رايحين يبيعوا البسكوت لفيكتور وبيدخلوا البيت. وقتها بيتخيل جرو ان البنات هم اللي هيجيبوا له الجهاز، وبيروح على الملجأ بتاعهم وبيقابل المشرفه، والمينيونز بيضربوا له بيانات مش حقيقيه علشان يقدمها. وبيجي البنات مارجو وإيديت واجنس، وبياخدهم جرو مع البيت ويعرفهم على الكلب بتاعه. ومارجو كان رايها ان المكان مش مناسب للاطفال خالص، بس جرو بيقول لها انه مجهز لهم كل حاجه ممكن يحتاجوها، وبيقول لهم على قواعد البيت، وهي ان محدش يلمس اي حاجه في المكان، وكمان ما يزعجوهوش وهو بيشتغل. ومارجو بتقول لهم ان كل حاجه هتبقى كويسه مع مرور الوقت. وطلعوا علشان يتفرجوا على البيت، واجنس طلعت على الكرسي بتاع جرو وداست على زرار بالغلط، ظهر لهم الآلة اللي بتنزلهم على المخبأ السري. وجرو اول ما بيشوفهم في المخبأ السري بيزعق لهم وقال لهم انتوا ازاي جيتوا هنا، وكان عاوزهم يمشوا، لكن مارجو كانت عاوزه تعرف هو بيشتغل ايه، وبيقول لها انه جاسوس وده المخبأ السري بتاعه. وتاني يوم جرو بيجهز روبوتات صغيره على شكل بسكوت علشان البنات توديها لفيكتور، لكن البنات ما رضيوش علشان عندهم تدريب باليه وان هم ما ينفعش يتاخروا. وبيروح معاهم فعلا تدريب الباليه، وهناك اجنس بتديله تذكره علشان يحضر عرض الباليه بتاعهم. وبعدها راحوا على بيت فيكتور ودخلوا البنات ومعاهم البسكوت، وفيكتور بيحاسبهم. كانت الروبوتات بتاعت جرو راحت تدور على الجهاز، واول ما لقوه عملوا لجرو فتحه في الحيطه تدخلوا على الجهاز على طول. ودخل هو والمينيونز علشان ياخدوا الجهاز، بس الروبوتات الصغيره دول طلعوا اغبياء وقفلوا عليه من بره. واضطر جرو انه يخرج من فتحه التهويه، ونجح انه يخرج ومعاه الجهاز، واخد البنات وركب العربيه ومشي. وهم في الطريق البنات شافوا الملاهي وكانوا عاوزين يدخلوا، بس هو بيرفض. بس بيجي في دماغه فكره ان هو ممكن يوديهم الملاهي ويسيبهم علشان ما عادش محتاجهم. ودخلوا الملاهي وركبهم اول لعبه، لكن اللي شغال على اللعبه قال له انت لازم تركب معاهم، ما ينفعش يركبوا لوحدهم. وبعد ما خلصوا اجنس شافت يونيكورن كبير، طلبت منه انه يشتريه لها، وبيطلع ان انت لازم تلعب وتكسب علشان تاخده. والبنات بتجرب وتلعب مرتين لكنهم بيخسروا. وجرو بيعرف ان صاحب اللعبه بيحمرق ومش عايز يديهم اليونيكورن، فقال له خلاص المره دي انا اللي هلعب، وطلع المسدس بتاعه وفجر له اللعبه كلها. واجنس اخذت اليونيكورن بتاعها، والبنات فرحوا قوي، وجرو كمان كان مبسوط. ولما روحوا البيت دكتور نافاريو نده عليه وقال له ان فاضل 12 يوم والقمر هيكون في افضل مكان علشان نسرقه. وبعدها جرو كلم رئيس البنك علشان يفرجوا على الجهاز اللي هو سرقه، وبيجربوا على واحد من المينيونز بتوعه، وكمان قعد يشرح له على باقي الخطه لسرقه القمر، وطلب منه ان هو ياخد الكارت. لكن البنات بيدخلوا وبيكون مش عارف يتكلم منهم، وكمان بياخدوا شعاع تجميد وبيجمدوه. ورئيس البنك بيقول له ان هو مقتنع بخطته بس مش مقتنع بيه هو، وقال له انه هينفذ الخطه بس بشرير تاني اصغر منه. ونزل جرو عند المينيونز وقال لهم ان البنك مش هيديلهم فلوس، وان هم معهمش فلوس علشان ينفذوا الخطه لوحدهم، وبيطلب منهم ان هم يروحوا يدوروا على شغل تاني. وفي الوقت ده بيدخل البنات، واجنس بتديله الحصاله بتاعتها، والمينيونز بيعملوا زيها وبيديله كل الفلوس اللي معاهم. ووقتها بيفرح جرو وبيطلب من المينيونز ان هم يخرجوا كل حاجه موجوده في البيت على مخزن الخرده، وقرر ان هم هيصنعوا الصاروخ من كل حاجه موجوده عندهم. وبدا جرو ودكتور نافاريو والمينيونز يشتغلوا في الصاروخ، وعاش هو والبنات في البيت، وكان سايبهم يعملوا اللي هم عاوزينه. وبنروح لرئيس البنك اللي بيقابل فيكتور، وبنعرف ان هو ابنه، وبيقول له ان هو كان عاوز ان هو اللي يقوم بسرقه القمر. وكمان بيقول له ان جرو هو اللي سرق الجهاز من بيته، وبيوريه صوره لجرو مع الجهاز ومع البنات. وفيكتور بيتعرف على البنات وبيقرر ان هو هيرجع الجهاز بتاعه باختراعه الجديد بندقية الاخطبوط. وبنروح لجرو اللي بيشوف لوحة العيلة بتاعته، وبيلاقي البنات راسمين نفسهم تحت صورته. وفي الوقت ده دخل نافاريو علشان يقول له انه قدامه 48 ساعة والصاروخ ينطلق، لكن جرو بيقول له انا شايف ان الموضوع لازم يتأخر شوية. وقتها فهم نافاريو ان جرو عاوز يأجل علشان يحضر حفلة الباليه بتاعت البنات، وبيقول له ان احنا بنجهز الخطة دي من زمان، وكمان دي فرصتك علشان تبقى اشهر مجرم. وبيطلب منه انه يمشي البنات يا اما هو اللي هيتصرف. وتاني يوم جرو بيلعب مع البنات، بتيجي المشرفة بتاعت الملجأ علشان تاخدهم، علشان في حد اتصل وقال لها ان هو مش عاوزهم، واخدت البنات ومشيت. وبعدها جرو بيزعل، ونافاريو بيقول له انا عملت كده علشان مصلحتك. وبيجي يوم تنفيذ الخطه، وواحد من المينيونز بيديله تذكره الحفله بتاعه البنات، وركب جرو الصاروخ وبدا يجهز. وفي نفس الوقت بيوصل فيكتور وضرب طلقه من البندقيه بتاعته وطار مع الصاروخ، بس جرو بيحدفه بعيد، وفعلا بينجح ان هو يوصل للقمر ويستخدم الجهاز عليه ويصغره. ووقت ما كان ماسك القمر وفرحان شاف تذكره الحفله، ولقى ان لسه في وقت ان هو يرجع ويلحق الحفله. وفي الوقت ده نافاريو لقى المينيونز اللي جرو كان استخدم عليه الجهاز بتاع التصغير ان هو بيرجع لحجمه الطبيعي تاني، وفضل يحاول يكلم جرو بس معرفش. وجرو كان بيحاول ان هو يوصل للحفله بسرعه، ولما وصل الحفله كانت خلصت، وفيكتور كان خطف البنات وسايب له ورقه بيقول له فيها انه يجيب له القمر ويجي. فبيطلع جري على بيت فيكتور اللي بيكلمه من بره ويقول له اديني القمر الاول وبعد كده نتكلم. وجرو اداله القمر وطلب منه ان هو يسيب البنات، بس فيكتور ما
بيرضاش وبيضرب عليه صواريخ كتير، بس جرو بيقدر يهرب منها ويخليها تفجر الباب. ولما بيدخل علشان يمسكه بيكون وقتها فيكتور هرب بمركبه فضائيه، وجرو طلع فوق الهرم ومسك في المركبه. وفي الوقت ده بيوصل دكتور نافاريو والمينيونز وبيلحقوا قبل ما يقع. وجرو بيقول له ان فيكتور خطف البنات، وبعدين بياخد باله ان السفينه بتاعته رجعت لحجمها الطبيعي. وبدا نافاريو يفهمه ان مفعول الشعاع بيروح مع الوقت. وبنروح للبنات اللي اخدوا بالهم ان القمر بدا يرجع تاني، وقعدوا ينادوا على فيكتور لكنه ما خدش باله، وبدا يتحرك القمر جوه المركبه ويحركها معاه. ونافاريو حدف خطاف علشان يفتح باب المركبه، وجرو طلب من البنات ان هم ينطوا وهو هيمسكهم. وفعلا مسك اول اتنين، بس مارجو لما جت تنط فيكتور مسكها، والقمر زقهم هما الاتنين ووقعوا. بس فيكتور عرف يرجع المركبه، لكن مارجو مسكت في الحبل، وجرو بيحاول يمسك الحبل اتقطع ووقعوا هما الاتنين. بس المينيونز مسكوا في بعض ولحقوهم ورجعوهم تاني، والقمر رجع لحجمه الطبيعي وفجر المركبه بتاعت فيكتور واخده ورجع مكانه تاني للفضاء. والبنات رجعوا يعيشوا مع جرو وعمل لهم مسرح يقدموا فيه العرض اللي هو ما شافوش. وكمان كان جايب المينيونز ومامته علشان يشوفوا العرض، ومامته قالت له ان هي فخوره بيه وانه فشل ان هو يكون مجرم بس نجح ان هو يكون اب. وفجاه بيظهر مغناطيس كبير بينزل من السماء ويسحب كل حاجه معدن حتى المعمل نفسه، وبياخد كل ده ويمشي. وعدى 3 أسابيع والسلطات مش عارفه توصل لاي حاجه، وبيدي الرئيس امر للمحققه لوسي ان هي تجيب شخص معين ليه. وبيظهر هنا السيد جرو اللي بينتهي بيه الجزء اللي فات وهو بيتبنى ال3 بنات دول، وكان بيجهز لحفله عيد ميلاده، وهو دلوقتي ساب الشر وبقى طيب. ووسط تجهيزات الحفله ولعب الاطفال واتباع جرو بيجيله تليفون وهو واقف بيشوي، وبيعرف ان الشخصيه اللي كانت هتيجي وتفرح بناته مش هتيجي. وعلشان البنات ما يزعلوش خلوا المينيونز يشغلوهم باي حاجه تانية، على ما هو يتنكر في شخصيه الاميره السحريه اللي لسه ما جاتش ونازل من السماء بمساعده المينيونز. بس طبعا بيسيبوا الحبل وجرو بيقع على الارض، وبيقوم يكمل على انه الاميره ويقول للبنات هابي بيرث داي. ولما بيخرج الكلب بتاعه بيلاقي العميله لوسي، فبيطلع سلاح فبتطلع سلاح وبيضربوا على بعض، بس هي بتكهربه وبتخطفه في شنطه العربيه. وبيجري وراها 2 من المينيونز بتوعه علشان يلحقوه، فواحد فيهم بيلحق العربيه والتاني بيتشعلق فيها لغايه لما خبط في حبل غسيل، والهدوم مع الهواء بتاع سرعه العربيه طيرته فوق. وفجاه لقى بط مهاجر في وشه، ولقى لوسي شافته في مرايه العربيه ودخلتهم في العربيه بمنتهى الذكاء، وبتقول زياده الخير خيرين وبتكهربهم وتاخدهم هم كمان. وبينزلوا بالعربيه في البحر اللي بتتحول لغواصه، وبيقابلوا وهم ماشيين اخطبوط واسماك قرش لحد لما بيوصلوا الغواصه مستنياهم تحت، وبتدخل العربيه جوه. ولما بتنزلهم من العربيه بيلاقي رئيس المنظمه وبيعرفهم على نفسه وعلى المنظمه، وبيقول لجرو ان شغلهم عباره عن مكافحه الاشرار الاكثر خطوره على الكوكب. وبتحكي له لوسي عن المعمل اللي اتخطف، وبيعرفوا ان العلماء في المعمل ده كانوا شغالين على مصل بيحول اي حد ياخده لوحش، وبيقولوا ان هم متتبعين المصل وعارفين ان هو في مول، وان واحد من اصحاب المحلات دول مجرم كبير، وهنا هيجي دورك انت، والخطه ان انت تروح هناك وانت متخفي وتوصل للمصل. بس جرو بيرفض ان هو يساعدهم، وبيقول لهم ان هم بدل ما كانوا يخطفوه كانوا ممكن عادي يتصلوا بيه. وبيمشي ويروح لاطفاله اللي متبنيهم، وبيروح المختبر بتاعه وسط المساعدين بتوعه وهم بيشتغلوا على حاجه جديده. وبيقول له دكتور نافاريو انه اخترع خلطه مربى جديده، وطبعا كالعاده بتطلع وحشه جدا ومحدش بيحب طعمها، بس كانوا بيحاولوا يجاملوه لحد ما خلاص ما بقوش قادرين على الطعم المقرف ده. وجرو بيحاول ان هو يشجعه، بس الدكتور بيقول له ان هو زهق من صنع المربى وانه لازم يرجع للشر تاني، وان جاله عقد عمل في مكان تاني احسن، وان هو عنده طموح. عنده طموح. وبيطلب جرو من المينيونز ان هم يكرموه قبل ما يمشي بطريقه غريبه شويه. وبعد لما الكل بيمشي بيمسك جرو الكارت بتاع المنظمه، وشكله كده بيفكر ان هو يساعدهم. ولما بيوصل البيت بيلاقي البنات بيعملوا له حساب على موقع تعارف علشان يخلوه يتعرف على واحده، وبيفاجئهم ويقول لهم ان جاله شغل جديد في وكاله سريه، وان هو هيشتغل متخفي علشان ينقذ العالم. وبيروح للمكان اللي شاكين ان الحرامي ممكن يكون موجود فيه، ومعاه كام واحد من المينيونز. وبيدخلوا محل الكيك، وهو بيتفرج على الكيك بيلاقي لوسي عميله المنظمه طالعه من ورا الازاز، فبيسالها انت هنا ليه؟ فبتقول له ان هي هتشتغل معاه. فبيدخل عليهم واحد من المينيونز وهو عامل كيك على شكله، فبتضربه لانها ما تعرفوش، وجرو بيخليها تسيبه. والمينيونز بيسرح بخياله ان هم مع لوسي وبيتفسحوا وبيجروا مع بعض. وهم بيراقبوا المحلات بيدخل عليهم راجل صاحب مطعم صلصه، وبيطلب منهم كيك، وبيقول لهم ان هو عنده حفله وعايز كميه كبيره ويكون مرسوم عليها علم المكسيك، وانه هيجي ياخدهم بعد اسبوع. لكن جرو بيشك ان الراجل دون الماتشو الشرير المعروف، والماتشو دون كان شرير وقوي جدا ومن 20 سنه، وكان اتشهر لانه كان بيعمل سطو مسلح بايده من غير اي سلاح، لكنه زي ما عاش بطل مات بطل، وربط نفسه مع سمكه قرش و250 قنبله وحدف نفسه في بركان. وقال جرو بيقول ان الغريبه ان محدش لقى جثته لغايه دلوقتي. وبيقرر جرو ولوسي ان هم يدخلوا يدوروا في المطعم بتاعه. وبعد لما بيرجع البيت بيطمن على بناته، وبيروح للاتباع بتوعه وبيلاقيهم بيحتفلوا
بيحتفلوا كالعاده، فبيقول لهم ان هم ياخدوا بالهم من البنات وبياخد 2 منهم معاه. ومره واحده بتظهر دوشه جايه من بره وبيطلع 2 من المساعدين علشان يشوف فيه ايه، بس لما بيروح ناحيه الزباله بيلاقوها قطه بتخبط في الصندوق وبيتخضوا وبيتريقوا على بعض وبيتخانقوا، فبتظهر لهم حاجه بتشدهم لفوق وبتخطفهم. وبيروح جرو ولوسي لمطعم الصلصه، بس بتطلع لهم الفرخه المتوحشه، وبيقول جرو لوسي ان دي اسوأ من اي كلب حراسه، وبتهجم عليهم وبتبهدل جرو، بس بيمسكوها في الاخر. وبيروحوا يدوروا في المطبخ وبيلاقوا خزنه وجواها حاجه وبيفتكروا ان خلاص لقوا المصل، بس لما بيفتحوها بيلاقوا جواها خلطه صلصه. في الوقت ده بيوصل الماتشو ويحس ان في حاجه غريبه، بس هم نجحوا ان هم يهربوا قبل ما يمسكهم، وهم قدروا يطلعوا من المطعم قبل هو ما يشوفهم. وهو بيطاردهم وصل الاتباع وخبطوه بالعربيه قبل ما يوصل لهم. وبنرجع للبيت وبيكون في عربيه ايس كريم واقفه هناك، وبيروح المينيونز طبعا علشان يشتروا الايس كريم، لكن العربيه بتخطفهم. في الوقت ده جرو ولوسي كانوا بيراقبوا المكان وبيلاقوا البنات قدامهم في المول، والبنات بيستغربوا لما بيلاقوا معاه ست، وبيقولوا له ان هم جايين يتفرجوا عليه وهو بينقذ العالم. وبيدخل جرو لمحل البواريك علشان يدور على الدواء هناك، وصاحب المحل بيرحب بيه وبيفتكره عايز يشتري باروكه، لغايه لما بيدخل عليه بنتين من بناته فجاه وبيقولوا له ان اختهم معاها واحد بتقابله تحت، فبيتضايق ويسيب كل حاجه ويجري معاهم يشوفها، وبيقفشوهم في مطعم الصلصه، وبيدخل عليهم راجل الصلصه وهو بيرقص، ولما بيخلص بيعرض على جرو يشرب معاه حاجه. وبنروح للمنظمه والرئيس بيقول لهم يشيلوا الماتشو من المشتبه فيهم، لكن جرو بيكون متاكد ومصمم ان الراجل الصلصه ده هو اللي سرق المعمل. وبعد فتره المنظمه بتلاقي الدواء في محل الشعر المستعار، وبيقولوا له انهم خلاص ما بقوش محتاجين لمساعدته، وان لوسي كمان هننقلها فرع استراليا. وبيزعل جرو ان لوسي هتتنقل بعيد عنه لانه كان بدأ يعجب بيها، وبيمشي في الشارع حزين وبيروح البيت. وبيتحقن الاتباع بالمصل بعد لما يتخطفوا وبيتحولوا لوحوش ولونهم بيتغير. وبيروح هو وبناته للحفله اللي عاملها راجل الصلصه، وبيكون زعلان جدا علشان لوسي. وبيجي له الراجل ويقول له انه مبسوط جدا ان جه الحفله، وبيقول له ان في حاجات اهم من اللي العين بتشوفه، وبيمشي ويسيبه. فبيمشي جرو وراه بس بيلاقيه دخل مكان سري، ولما بيحاول يدخل وراه بيلاقي افخاخ بتمنعه من الدخول، لحد لما بيوصل بالعافيه وبيدخل وراه. وبتيجي لوسي وهي في طياره استراليا وهي زعلانه ان هي هتسيب جرو، وبتقرر ان هي تنط من الطياره بالباراشوت علشان ترجع له. في نفس الوقت اللي جرو بيكون اتاكد ان راجل الصلصه هو الماتشو، وبيلاقي الدكتور نافاريو اللي كان بيشتغل معاه شغال مع الماتشو، وبيلاقيهم خطفوا المساعدين بتوعه وحولوهم لوحوش، وبيقول له ان هو هيمشيهم في الشارع يدمروا كل حاجه وياكلوا كل حاجه. وبيطلبوا من جرو ان هو يساعدهم في السيطره على العالم، بس هو بيرفض ويسيبهم ويمشي. ولوسي بتكون وصلت للحفله، والماتشو لما بيعرف ان هي عميله المنظمه بيخطفها، والدكتور بيتصل على جرو بيعرفه ان الماتشو خطف لوسي، فبيقرر ان هو يروح يساعدها. وفي نفس الوقت بيكون في وحش راح البيت وبيهجم على البنات وبيجري وراهم وبيحاولوا يهربوا منه، وبيظهر الدكتور بترياق بيحقن بيه الوحش فبيرجع للطبيعه بتاعته. وجرو بيحاول يدخل لمقر الماتشو وبيعمل نفسه مسجون، وان هم خلاص مسكوه علشان يعرف يدخل وسط جيش الوحوش، وكان جايب 2 من المينيونز بتوعه متنكرين ان هم يبقوا شبههم، لكنهم بيكتشفوهم والوحوش بتجري وراهم وبيحاولوا يهربوا منهم بس بيلحقوهم بسرعه جدا. وفي اللحظه الاخيره بيظهر الدكتور ومعاه البنات وشويه من الاتباع بالطياره، وبيفضلوا يضربوا الوحوش بالترياق فبيرجعوا لطبيعهم زي ما كانوا اتباع لجرو. وبياخد جرو السلاح اللي بيضرب الترياق وبيضرب بيه الوحوش، ويوصل للماتشو وبيساله فين لوسي، فبيلاقيه مطلعها له ومربوطه على صاروخ، ولو الصاروخ ده لو اتضرب هيروح لنفس البركان اللي الماتشو زي في موته عليه. والماتشو بياخد المصل وبيتحول لوحش وبيهجم عليه جرو، لكنه بيقدر يكهربه، وبعد لما بيقع بيتلم عليه الاتباع، وبيجي دكتور نافاريو وبيضربه بسلاح وبينتصروا عليه. وبيحاول جرو ان هو ينقذ لوسي من الصاروخ اللي هي اتربطت فيه، لكن الصاروخ بيطير بيهم، وبصعوبه بينجح ان هو يفكها ويرمي سمكه القرش، وقبل ما يوصلوا البركان بينطوا في الميه. بيبتدي فيلم النهارده باعلان للممثل في الثمانينات وهو عامل شخصيه اسمها برات الشرير، والشخصيه كانت لمجرم والعقل المدبر والمصمم للهيمنه على العالم. وبرات كان اكتر ممثل مشهور في فتره الثمانينات والجمهور في العالم كله يعرفه. وفي الجزء الثالث من الشخصية بتاعته العرض بيتلغي، وبراد بيتعرض لأزمة مادية صعب السيطرة عليها، وابتدى يجي في دماغه ان هو نفسه الشخصية اللي كان بيمثلها على التلفزيون بس في الواقع. ولما بدأ يظهر ده في تصرفاته اختفى، وبعد سنين بيظهر براد في وسط البحر راكب مركب كبير، وبيكلم الروبوت بتاعه وبيقوله ان شخصية الشرير على الشاشة كانت حلوة بس الشخصية دي في الواقع اجمل بكتير، وبيطلب منه ان هو يشغل المزيكا اللي بيحبها يسمعها وهو بيسرق. وبيروح بالمركب قريب من سفينة تانية وبينط في المية ويروح ناحية السفينة ويطلع عليها علشان يدخلها، ولما بيشوف الحارس على السفينة بيرمي عليه حاجة شبه اللبانة بتتنفخ وتاخده جواها. وفي الوقت اللي بيحصل فيه السرقة بتكون منظمة مكافحة الأشرار شايفاهم على الشاشة وبيراقبوهم وبيشوفوه وبيعرفوه لما بيشوفوا هدومه، لأنه مفيش مجرم تاني غيره بيلبس كده. ورئيس المنظمة بيديهم أوامر إن هم يخلصوا منه، بس بيتفاجئ إن ماس الدوبونيت على السفينة وبيتصل بكل العملاء بتوعه علشان يروحوا ينقذوا السفينة. وهنا بيظهر بطلنا جرو ولوسي ومعاه 2 من المينيونز بتوعه هم في طريقهم للسفينة،
وبتكون بالونة اللبانة ملت السفينة كلها، وبيوصل برات للخزنة ويدمرها ويسرق الماسة، بس الحراس كلهم بيكونوا وصلوا فبيرمي عليهم لعبة بتدمرهم بالألوان، وبتكون البالونة اللبان رفعت المركب كلها عن المية. ولما جرو ولوسي بيحاولوا ان هم يلحقوه بيلاقوا ان المركب طلعت لفوق، بس لوسي بتتصرف وبتضرب تحته قذيفة علشان تحدفه لفوق، وبيتقابل جرو مع برات وبيحصل قتال ما بينهم وجرو بياخد الماسة. والفا تيم كان في الطريق ليه، بس خلاص السفينة كانت طايرة وعدت البحر وداخلة على المباني، وبيتفاجئ جرو ببرات واقف وراه ماسك جيتار بعد ما كان مفكره يغمى عليه، وبيبتدي يضرب على الجيتار وبيطلع منه اشعاعات بتطير جرو، بس هو متمسك لسه بالماسة في ايده علشان ما تطيرش. ولما الفا تيم بيوصل بيهرب براد بانه يطير في الهواء بتقنية حديثة، وبيقول لجرو ان الموضوع لسه ما خلصش. وبيرجع جرو ولوسي لطيارة المنظمة وبيدخلوا، وبيكون الرئيس مجتمع بكل العملاء وبيبلغهم ان النهارده هيطلع معاش، وان الست الغريبة دي هي هتبقى رئيستهم الجديدة. واول حاجة بتعملها الست دي انها بتسأل على جرو وبتزعق له علشان براد هرب منه وبتستغنى عن خدماته. فلوسي بتتكلم وبتحاول تدافع عنه فبترفدها هي كمان وترميهم بره الطيارة، وبيرجعوا البيت وهم مش عارفين هيقولوا للبنات ايه. ولما بيوصلوا بيلاقوا الباب مفتوح فبيستعدوا ان في حاجة غلط، واول ما بيدخلوا حد بيخطفهم ويقعدهم على كرسي متحرك، بس بيلاقي ان البنات عاملين لهم حفلة. وجرو بيعرفهم ان هم اترفدوا من الشغل، وبيلاقي اتصال من المينز وبيروح ليهم ويعرفهم هم كمان، وبيقول لهم كمان ان هم ما عادوش هيشتغلوا في الاجرام، وهم كانوا بيحاولوا يقنعوه ان الشر احسن وبيعملوا عليه ثورة، وبيغضبوا ويسيبوه يمشوا ويقولوا له خلاص ان هو ما بقاش القائد بتاعهم. بس بيسيبوا اتنين كانوا متأخرين في الحفلة بتاعت بناته، فلما بيشوفهم بيقول لهم ان هو رقاهم وان هم هيعملوا كل حاجة. وبنروح هنا لباريس، وفي عربية بتوصل المتحف وينزل منها اكبر خبير مجوهرات في العالم، وبيقول لهم ان رئيس الشرطة بعته لانه قلقان ان تكون الماسة اتبدلت في محاولة السرقة. وبيدخل القاعة اللي فيها الماسة ويبدأ يفحصها، وبيقول لهم انهم اتضحك عليهم، وبيضربهم بأمصال من اللي بتطلع من العدسة بتاعته، وبيكتشفوا انه برات وبيسرق الماسة وبيهرب. وفي الوقت ده جرو كان قاعد بيتحسر على انه مطرود من الشغل هو ولوسي ومش معاهم فلوس. في الوقت اللي المينيونز كان بيدوروا على قائد جديد ليهم، بيقابلهم واحد بيدور على عنوان وبيسألهم عن جرو، فبيقولوا له ان هو قائد سيء ويطلعوا له لسانهم ويسيبوه ويمشوا، لغايه لما لقى البنت الصغيره بتبيع لعابها علشان يجيبوا بدلها فلوس. والراجل بيوصل لجرو ويقول له ان ليه اخ توأم وعايز يشوفه، وجرو طبعا ما بيكونش مصدق ان ليه اخ توأم، ولما بيرفض كلام الراجل بيطلع له صوره فيها صورته هو ومامته واخوه التوأم. فجرو بيجري على مامته الست العجوزه الغريبه دي وبيسالها هو ليه اخ تاني. قالت له ده كان اتفاقي مع باباك ان كل واحد فينا ياخد واحد منكم ومحدش يقول للتاني عليه. والراجل بياخدهم في طياره علشان يروح لاخوه التوأم اللي واضح ان هو غني جدا بالنسبه لجرو. ولما بينزلوا من الطياره بيلاقوا المكان مليان خنازير، ولما بيسال عليها بيقول له ان ده نشاط العيله وان عندهم اكبر مزرعه خنازير. وبيدخلوا وبيلاقوا بيت حلو جدا، لغايه لما بيظهر اخوه اللي شبهه جدا بس عنده شعر، وبيرحب بيهم وبيتعرف على اخوه. وجرو بيقول للوسي ان هو مش مطمن لاخوه ده، فهي بتقول له لا ده اخوك ما تقلقش. وبيركبوا عربيه يروحوا مكان، وبيسيبوا جرو واخوه مع بعض علشان يتعرفوا. وبيجي برات وهو ماسك الالماظه اللي سرقها، وبيقول هوليوود ازاي يلغوا عرض اعلان اللعبه بتاعه، ويقرر ان هو هينتقم من هوليوود كلها ومن كل اللي واقف قصاده. وجرو اخوه بياخده يوريه المكان السري بتاع ابوهم، وبينزلوا في حفره كبيره وبيوريه المخبأ الخاص بتاعه، وبيعرف ان ابوه كان شرير وكان معروف باسم الرعب الاصلع. وبيطلب الاخ من جرو ان هو يعلمه الشر، وبيوري له عربيه ابوهم الخارقه اللي ممكن يستخدموها في كده، وبيركبوها ويمشوا يخبطوا في كل حاجه من السرعه بتاعتها، وبيطلعوا الاسلحه كمان، وبيفضلوا يخبطوا كده لغايه ما بيقعوا من الجبل في البحر. ويا ريتها جت على قد كده، لا كمان راحوا يلعبوا ويسرقوا مصاصه، والشرطه جريت وراهم علشان تمسكهم. وهنا المينيونز كانوا لسه ماشيين وبيدوروا على قائد جديد، بس خلاص بقوا جعانين، فبيلاقوا عامل شايل بيتزا، فبيجروا وراه ويدخلوا المكان اللي هو مدخل فيه البيتزا، والحرس بيجروا وراهم بالكلاب. ومره واحده بيلاقوا نفسهم على مسرح وبيغنوا بلغه الاتباع بتاعتهم، والجمهور بينبهر بيهم، بس بتيجي الشرطه في الاخر وتقبض عليهم على المسرح. وبيتفق جرو مع اخوه ان هم يسرقوا الماسه علشان يخوضوا تجربه الشر دي مع بعض. وبيدخل المينيونز السجن، والمساجين بيخافوا منهم وبيسيطروا على السجن وبيبلطجوا عليهم. وبيفتكر القائد بتاع المينيونز قد ايه جرو كان كويس معاهم وبيعمل كل حاجه عشانهم، وبيقرر ان هما لازم يهربوا ويرجعوا لجرو تاني. وبتوصل البنت ومعاها اختها لجوه الغابه علشان يروحوا يجيبوا يونيكورن وتحط له حلويات، فبيطلع لها معزه قرنها مكسور فبتفتكرها يونيكورن، ويلا بتشبط فيه وتقول ان خلاص هتاخدها وتمشي. وجرو بيقول لاخوه الخطه اللي هيسرقوا بيها الماسه، وبيشرح له المكان عامل ازاي وفي افخاخ والموضوع صعب، ويجهزوا لبس واحد ابيض وواحد اسود، وجرو بيختار الاسود. وبيوصلوا المركب بتاعه براد بتكون مليانه افخاخ بس بيقدروا يعدوا منها ويخشوا لجوه. وفي الوقت ده المينيونز كان اخترعوا اختراع علشان يهربوا من السجن. ولما بيوصل جرو للماسه بيلاقي براد نايم وهي في حضنه،
وجرس الانذار بيضرب وهو بيصحى، وجرو بيهرب هو واخوه لمكان تاني، وبيلاقوا هناك العاب كتير على شكل برات ومكنه بتعمل لبان، واخو جرو بياخد واحده وبتتنفخ جوه بقه، وبيلاقوا برات قدامهم وكان هيمسكهم بس بيرموه بحته لبان تتنفخ ويدخل فيها، وبياخدوا الماسه ويهربوا. فبيأمر برات اللعبه الصغيره تجري وراهم، بس بيهربوا منهم ويلاقوا نفسهم هيقعوا على الخوازيق اللي تحت دي، والحته اللي واقفين عليها بتتسحب. بس وهم بيقعوا لوسي بتلحقهم وتاخدهم في الطياره، وهم في الطياره جرو بيقول للوسي ان هم هيرجعوا المثل المنظمه علشان يرجعوا شغلهم، واخوه بيسمعهم وهو ما كانش يعرف كده، كان فاكرهم ان هم هيسرقوها. وبيطير المينيونز بالاختراع بتاعهم رايحين لجرو، وبتوصل البنت الصغيره توري لباباها وحيد القرن، لكنه بيفاجئها انها معزه مش وحيد قرن، بس بتفرح بيها برضه. وبيكتشفوا ان براد كان متنكر في شكل لوسي وبيخطف البنات وبيسرق الماسه، وبيقول لهم هيروحوا معاه هوليوود، وبيطلع من البحر وحش كبير على شكل براد وبيدخل يدمر هوليوود وكل المباني اللي تقابله. بس بيوصل جرو واخوه بالعربيه الخارقه بتاعتهم ويضربوا كل الاسلحه اللي فيها عليه، وبينجحوا ان هم يفجروه ويوقعوه من فوق الجبل. بس بيقوم تاني هو والالعاب الصغيره وبيهجموا عليهم، وبالونه لبان كبيره بتكبر وبتدمر كل حاجه. وبيوصل المينيونز ويقرروا يساعدوا جرو ويهتفوا باسمه، وبينجح اخو جرو ان هو يخش لنظام اللعبه دي ويعطلها. وبراد بيطلع لجرو من اللعبه دي ماسك الجيتار اللي ضربوا بيه قبل كده، لغايه لما جرو خد منه الجيتار وابتدى يضربوا بيه ويطير مع بالونه اللبان، والاتباع بيحاولوا يدمروا بالونه اللبان علشان ما تدمرش كل حاجه وبيفرقعوها. وبينزلوا على جرو من الهواء وهو واقف مع لوسي وبناته بعد لما انتصر على براد، واخو جرو بياخد المينيونز ويهربوا علشان يمارسوا حياه الشر.